طاجين الجلبانة مع كامل أسرار بنته مع سر المرق اللي يجينا عقد ولونه رائع. غير بنص صدر تاع دجاج ديري طبق رائع وبنته الهبال تاع الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وكامل تكونوا لاباس. والفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم كامل مهنيين وفرحانين. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون طاجين الجلبانة ومع كامل أسرار البنة ديالو. يجينا عاقد وبنين. كملوا الفيديو للأخير حبيباتي وما تبخلوش عليا بهذاك الجام في الفيديو، ربي يفرحكم كاملين. وإذا كنتوا أول مرة تشوفوا قناتي وصفات من بيتي ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا باش يلحقكم كل جديد. لهنا حطيت حبة بصل صغيرة قطعة، مربعات صغيرة، ودرت الكركاسة اللي نحيت منها صدر تاع الدجاج. البنة برك اللي حبت تزيد قطع تاع الدجاج تزيد، وعندي زوج سنات ثوم صغار استعاودت ربيتهم معاه. يعني نقلو هذاك البصل مع الزيت مع هذيك لاكاركاس هذيك اللي درناها غير للبنة. كما كنت قلت لكم اللي حبت تزيد قطع تاع دجاج ماشي مشكل. لهنا نزيدو لي زيبيس. انا عندي توابل الدجاج، شويه فلفل كحل، شويه كركم اللون، وشويه ملح منكثروش. المريقه تاعنا يعني شويه مش راح نكثرو، شويه زنجبيل عليها، ما نديروش بزاف الملح. ونديرو كاس ولا كاس صغير ربع تاع جلبان على حسب افراد العائله، ونبقاو نغلو عفوا نقلوها حتى تمد بنتها. بهذه الطريقه نبقاو نقلبو فيها حتى يعني تمد لنا الريحه هذيك الشابه تاع التوابل والبصل هذاك والاخر. التقليه هي الصح. نكملو كيما هكايا، نقلو القديره تاعنا ولا المريميطه. ان شاء الله كامل تكونوا لاباس، يلقاكم هذا الفيديو يعني في افضل الحال وفي صحه جيده. لهنا زدت حبيبه تاع زروديه، كل واحده دير على حساب العائله تاعها. هذه المرقه تجي بنينه بزاف، جربيها مش راح تندمي. لهنا نكمل نقلي حتى نشوف هذيك الجلبانه والجزر بدات تطيح شويه. كل ما قليتيها كل ما تجيك بنينه، الله الله. لهنا نكمل نقلي مليح، وبعدها نبدا نمرق في المرميطه تاعي. قولوا لي البنات واش راكم حابين ندير لكم كوصفات، كل وحده تعطيني رايها في التعليقات. وصفات تقليديه ولا عصريه، ولا قولوا لي نتوما واش راكم حابين. لهنا نجي نمرق المرميطه تاعي، ما نكثروش، نغطو برك هذيك الزروديه والجلبانه ونخلوها طيب في غرضها. من جهه واحده اخرى انا عندي هذاك نص صدر، جبته حطيته في اشوار بهذه الطريقه، قطعته قطع صغيره نحافظوا على الاشوار تاعنا. ونزيدو معاه نص حبة تاع فلفل حلو. هاذوما كامل يزيدولنا يعني في الكمية ويزكولنا الصدر تاعنا. نزيدو حبة بصل صغيرة متوسطة ماشي صغيرة بزاف، ونزيدو شوية معدنوس وحبيبات تاع زيتون كمشة ماشي بزاف. انا بعد ما غليته نحيتلو الملح هذاك، اضفته لهنا الاشوار تاعي. وسنين الثوم انا درت 3 صغار، انتي لا عندك كبار ديري واحد كبير، ونرحيهم مليح حتى يعني يطيح كامل هذاك الخضر وهذاك الزدر تاع الدجاج. ومن بعد نضيفو لي زيبيس اللي عندنا. انا راح نضيف واش ضفت في المرق. نحط شويه ملح منكثروش، شويه توابل الدجاج، شويه كركم وفلفل كحل، شويه ملح، زنجبيل. انا ما كترش بزاف التوابل، ندير شويه شويه. حبه بيض، وندير مغرف ولا زوج تاع لاشابلور على حسب الحبة تاع البيض تاعك. انا درت زوج، وإلا خصني نزيد. ونكمل نعاود نضربهم ضربة بالاشوار باش يتخلطوا لي كامل اون فوا بارتوت. ونجيبو مقيلة نحطو فيها شوية زيت بهذه الطريقة.
نحطو الخليط تاعنا ونحطوه يطيب فوق النار حتى يتفلفل معانا ويولي حبيبات، يتفتح هذاك اللحم كامل من بعضاه. ما تخافيش تقولي راهو يعني عجينة، لا لا، دوكا شوفي لازم يولي لك هكايا كي طعام. كيما نديرو طاجين الجبن كيف كيف. نجيبو، انا عندي 3 حبات بيض، ندير بالحبة ونشوف. انا درتهم كاملين. البيض تاعي صغير، وانتي ديري بالحبة وشوفي. تقريبا كيما نديرو طاجين الجبن. وتجي منكه بهذيك الحبة تاع الفلفل الحلو والزيتون مرحي، يجي فيه واحد الذوق رائع. نزيدو 2 معالق ولا 3 كريم فريش على حسب الكمية ديري. ومن بعد نجيبو المول اللي راح نطيبوه فيه. انا طيبته في مول يعني صغير هكذا مقسم تاع السيليكون، كل وحدة كل حبات حبات، كل وحدة ندير فيها مقدار. نوزعو كامل الكمية على المول تاعنا وندخلوهم يطيبوا. يعني راح يجيك الذوق تاع طاجين جبن بصح ماشي كيف كيف، فيه الزيتون وفيه هذاك طرشي كيما حنا نقولوا الحلو. تجي فيه واحد البنة رائعة ويجي هشيش، يجي مشمخ من داخل ما يجيش ناشف. نسووهم كامل كامل وندخلوهم يطيبوا، مش راح يديلك بزاف الوقت، ربع ساعة 20 دقيقة يكون واجد معاك. بهذه الطريقة نوزعو كامل الكمية على القالب تاعنا. وخرجت لي ما شاء الله، خرجت هذا فيه 12 حبة ولا غير درت ما شاء الله نص درت درنا يعني كمية ما شاء الله. يعني تقدري ديريها دوزيام بلا ويجي يشرف من الضياف يليق. نجربوا الاخوات وما تندموش عليه. شوفوا لهنا بعد ما طاب بدنا نجيب عندي غير فرماج رابي. لا عندك فرماج طري ولا زيد ديري ولا طابقة يجي كيما كيما طاجين الجبن. انا لا حبيت نقدمو هكايا برك بالجبن المبشور. ندخلوه غير يذوب شوية ونعاودو نخرجوه راهو واجد معانا. هكايا نوزعو عليه كامل كامل على الوجه. خيري فرماج يكون يذوب. بهذه الطريقة نكملوهم كاملين وندخلوه يذوب 5 دقايق ولا 4 دقايق ويكون معنا واجد الطبق تاعنا. ولهنا جينا نقدموا الطبق تاعنا. نحطوا هذيك الزرودية في الطروفين نشكلوها على شكل قلوب ولا قلوبة. من لهنا نحييكم كاملين ونبعث لكم قلوبة من عندي. تحياتي لكم جميعا. ان شاء الله تصوموا بصحة ونهنا ويلقاكم الفيديو هذا بأحسن الأحوال. الواحد يسقسي غير على الصحة. الصحة هي الصح. كي تكون كاينة الصحة تقدري توجدي وطيبي وديري كل شيء. ربي يرزقكم الصحة كاملين. لهنا المريقة أنا ما درتش بزاف، قيس ولادي برك. إلا حاجتي عندك عائلة كبيرة زيدي. أنا درتها عاقدة يعني ماشي بزاف. ولهنا نجيو نوزعو هذوك الحبيبات فوق الطاجين تاعنا ويجي حلو ما شاء الله. يعني بنة الزرودية مع الجلبانة يعني تجي بنينة حلوة حلاوة معسلة. هذا الطبق جربيه على ضمانتي والله. غير انا ما ياكلوش يعني ماكلتهم قليله مي هذا كملوه في نهارو بصحتهم. جربيه وما راحش تندمي. لهنا نشبحو ولا نزينو بالمعدنوس. ولهنا نقسم لكم حبيبه تشوفوا. شوف كيفاش يجي طري ومشرب، يجي ما شاء الله.